بتحس إن اليوم بتاعك المهام فيه كتير جدًا على 24 ساعة ومش قادر تنجز أي حاجة، في نفس الوقت لمّا بتقارن نفسك بالناس اللي حواليك بتحس إن هم أكثر إنجازًا منك وبتصاب بالإحباط، فتعالَ النهارده أقول لك إزاي تحل المشكلة ديّة بطريقة بسيطة. في البداية إحنا اليوم بتاعنا كله عبارة عن 24 ساعة، لا هو هيزيد ثانية ولا هينقص ثانية، وأنجح الناس على مستوى العالم بيعيشوا نفس اليوم اللي أنت بتعيشه نفس ال24 ساعة، فما حدش ليه أفضلية على حد. الفكرة كلها في إن أنت الطريقة اللي هتنظم بيها اليوم بتاعك والtasks المطلوبة منك هتقسمها إزاي. المبدأ اللي أنا عايز أتكلم عنه النهارده هي حاجة اسمها الhabit stacking. الفكرة ديّة إن إحنا هنعمل العادات اليومية اللي إحنا بنعملها ولكن بطريقة أكثر نظامًا. تعالوا نفترض يوم عادي جدًا في حياة أي إنسان، أنا مثلًا هاصحى الصبح هاروح الgym، فبدل ما أنا هاروح الgym بالعربية، فأنت بتقول إن دي توفير وقت، لأ إحنا هنروح مشي. طب إزاي يا عم إحنا عايزين نوفّر وقت؟ أنا هاقول لك وإحنا رايحين مشي هنعمل إيه. أنت ممكن تستغل الوقت اللي أنت رايح فيه الgym صباحًا مشي ده في إنك تقرا أذكار الصباح، ده رقم 1. رقم 2 إن أنت الوقت ده هيكون بالنسبة لك هو عبارة عن الكارديو اللي أنت بتروحه، سواء أنت كنت لسه حابب تلعب كارديو في الgym أو مش حابب، فده وقت أديك ضفته ليومك بتلعب فيه كارديو. الحاجة التالتة إن أنت ممكن تستفيد بالوقت ده في حاجة أنت مأجلها أو مش لاقي لها وقت في اليوم بتاعك. أنا مثلًا شخص باحب القراءة، فما عنديش وقت إن أنا أقرأ فيه كتاب أو غيره، أو غيره، أو غيره، فأنا ملتزم مثلًا في الgym باروح 3 أو 4 أو 5 أيام في الأسبوع، كل يوم وأنا رايح وأنا راجع بيتنا المشوار اللي هو ال10 دقايق ربع ساعة دوّة ممكن تشوف تقرا فيه كام صفحة، وبالتالي أنت قدرت توفّر لنفسك وقت تنجز فيه آآ حاجة من الحاجات اللي أنت مأجلها. ممكن برضه أسمع حاجة زي podcast مثلًا وأنا رايح وأنا جاي، أكيد مش هتخلّص ال3 ساعات أو ال4 ساعات بتوع الpodcast وأنت رايح وأنت جاي، بس نُص في نُص في نُص هتلاقي الpodcast خلص، وهو أحسن من إن أنت سايبه وراكنه watch list ومش بتتفرج عليه. ده رقم 1. رقم 2 في ناس مثلًا بتروّح بعد حاجة زي كده هي بتروح شغل أو طلبة لو بتذاكر يعني، فأنا باشوف إن مهمة زي دي أنت لازم تكون مركّز فيها 100% وما يكونش عندك أي مجال إنك تشرك حاجة تانية جنب المذاكرة بتاعتك. ليه؟ لأن دي مهمة تتطلب إن أنت تكون مركّز فيها ومش مشتت، عشان تقدر تنجزها بأحسن شكل ممكن. لأن أنت لو طالب وبتتعلم مهارة جديدة، فأنت لازم تكون مدّيها كل تركيزك وجهدك عشان تقدر تتقنها بشكل كويس، ولو بتشتغل فأكيد الشغل ده حاجة مسؤولية، فأنت محتاج إنك تكون مركّز فيها بشكل كويس جدًا. طيب خلّصت مثلًا أخدت البريك بتاعك وعندنا مهام تاني في اليوم، زي إن أنا مثلًا محتاج أشتري هدوم، محتاج وعندي هدوم already محتاج أودّيها للترزي مثلًا، ومحتاج أحلق ومحتاج أغسل العربية بتاعتي. طيب فالفكرة دي إن أنت أول حاجة هتعملها، أنا هارتّب المهام بشكل منطقي وأنا رايح، بمعنى هاودّي عربيتي المغسلة ده رقم 1، وأنا عندي مثلًا الترزي قريب من المغسلة، فهاتمشى على الراجل هاسيب له الهدوم هو مشكورًا يعملهم لي، وبعد كده هاروح إن أنا أحلق. طيب هاروح أحلق وهارجع هابدأ ألِم المهام دي تدريجيًا. أنا كده حلقت ففي مهمة خلصت، وأنا راجع أعدّي على الترزي أجيب هدومي، وبعد كده أعدّي آخُد عربيتي، فكده ال3 مهام خلصوا ويعتبر أخدوا منّي وقت مهمة واحدة، لإن أنا خلال ساعة أو ساعة ونُص بالكتير هاكون عند الحلاق حلقت وخلّصت. ودي مهام في ناس بتعملها نيابةً عنّك يعني، طبعًا مشكورين. فده وفّر لك جزء من الوقت، عوضًا عن إن أنت مثلًا تروح والله أنا هاحلق وبعد كده آخُد عربيتي وأروح المغسلة وأقعد قاعد مستني وبعد كده أروح الترزي وهكذا. وفي نفس الوقت وقت انتظارك عند الحلاق لو أنت ما تعرفوش أو مش مضبّط معاه يعني إن أنت هتقول له هاجي لك كذا، فيبقى مكانك محجوز، فأنت ممكن تستفيد من الوقت ده زي ما قُلت في تكمّل البودكاست بتاعك، تكمّل القراءة اللي أنت بتعملها، أو ترُد على إيميلات الشغل بتاعتك أو المسدجات اللي أنت مراكمها عليك، بدل ما أنت بترجع تقول إن كل ده أنا ما عنديش وقت ليه في اليوم بتاعي. طيب تعالَ نفترض سيناريو تاني، أنا والله مغسلتي مثلًا أو الترزي اللي أنا مرتاح معاه بعيد عن الحلاق، فمش هاقدر أعمل حاجة زي اللي أنت قُلتها. تمام، هنرجع بقى للحل اللي إحنا قُلنا عليه، إن أنا هاعملهم مهمتين عادي، يعني أنا هاروح أحلق وأسيب عربيتي مثلًا قدّام الحلاق أركنها، وبعد ما أخلّص هاتوكّل على الله وأروح أغسلها. في نفس الوقت أي قعدة أو انتظار من دول أنا هاعمل فيه مهمة من المهام اللي أنا مأجلها، هاسمع بودكاست، هاقرا الكتاب اللي أنا سايبه. معظم الcourses دلوقتي أصلًا مدتها لا تتجاوز ال5 وال6 ساعات، فأنت لو وبتبقى متقسمة already عبارة عن modules على معظم الweb sites بتاعة الcourses الكبيرة يعني بتبقى متقسمة module، وكل module تقريبًا لا يزيد عن ساعة، فوأنت قاعد في قعدة زي كده هتلاقي نفسك خلّصته. العبرة من كل ده إن أنت هتلاقي في زيادة في يومك فارقة بشكل كبير، لأن أنت كل مشوار من دول إحنا لو افترضنا المشوار بيخلص بين تِلت ساعة، حاجة زي الترزي مثلًا، فهو مش تِلت ساعة، أنت شوف اتحركت من بيتك الساعة كام، وهترجع بيتك الساعة كام، وقابلت مين في الشارع وقفت اتكلمت معاه، وعملت مشوار إيه زيادة، فكل ده بياكل من وقتك، وبالتالي هترجع تلاقي وقت عندك زيادة في اليوم. الوقت ده ممكن تقضيه مع أصحابك، ممكن تقضيه مع أسرتك، ممكن أنت تشوف فيه حاجة جديدة أنت حابب إنك تتعلمها أو تمارسها. هيبقى عندك براح من الوقت، وبالتالي إحنا مش بنوصل لمرحلة إن إحنا
مخلصين كل التاسكس اللي احنا حطيناها بالليل، لا، ولا عمر حد هيوصل للمرحله دي ابدا. الفكره ان انت بتحاول تنجز اكبر قدر ممكن من المهام في يومك، وده اللي بيريحك. في برضه جزء حابب ان انا اتكلم عليه، وهي فكره الاي اي اوتوميشن، ممكن نبقى نشرحها في فيديوز قادمه. وده معناها ان انت بتعمل زي اوتوميشن او سيستم بيشتغل اوتوماتيك معتمدا على الاي اي. انا بشوف ان الحاجات دي تعملها ديليجيشن للاي اي في حاله ان هي حاجات سيمبل، زي ان هو مثلا يرتب لك التو دو ليست بتاعتك، يضيف التاسكس بتاعتك اللي هي الروتينز كل يوم، حاجات مثلا زي الصلوات، زي الاذكار، زي ان انت تروح الجيم. لو الحاجات دي انت بتعملها بشكل متكرر يوميا، او مثلا محتاج في فتره معينه ترد على ايميلز معينه بديدلاين معين، فخلاص انت بتسيب الحاجات دي للاي اي وهو بيبدا ان هو يعملها، وغالبا بتكون مش محتاج تراجع وراه قوي يعني. فممكن نبقى نتكلم عن الحاجات دي في فيديوز قادمه يعني. الفكره بقى من الفيديو ده كله ان انا محتاج اقول لك النصيحه الختاميه، ان اليوم بتاع كل واحد فينا 24 ساعه. الفكره كل واحد فينا بيستغل ال 24 ساعه ازاي. في حد عمال يقول ان اليوم قليل ودول 24 ساعه ويا ريت لو كان فيه. يا ريت مش هتجيب حاجه، لان اليوم مش هيزيد زي ما قلت لك عن 24 ساعه، حتى مع انجح الناس عمره ما هيزيد عن 24 ساعه ولو ثانيه واحده. الفكره ان انت تمانج ال 24 ساعه دول بشكل يسمح لك ان انت تعمل اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت اشيل من على نفس لود البرفكشنزم، ان انا اوصل لمرحله ان انا لا بحط تو دو بنزل اعملها كل يوم. لا، عمرك ما هتوصل لكده غير بعد فتره طويله يعني. ان هيكون عندك الكفاءه انك تحكم انا في اليوم ده اقدر اخلص دول، بس ده محتاج تريننج شويه يعني. ولكن في البدايه ما تحبطش زي ما قلت لك. دي كانت الفكره بتاعت النهارده، اتمنى ان هي تكون وصلت بشكل كويس، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.